بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محب الزراعة في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج زراعة لايف. النهاردة حلقتنا متميزة عشان ضيفتنا متميزة. معانا المهندسة أميرة طه، هتكلمنا عن الجمال في الزراعة واللاندسكيب ونباتات الزينة. أهلا وسهلا يا باشمهندسة. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. حضرتك يعني تعرفينا بنفسك كده وللسادة المشاهدين والمستمعين. تمام، انا مهندسه اميره ابراهيم طه، مهندسه زراعيه تخصصي لاندسكيب، متخرجه من جامعه اسكندريه كليه زراعه الشاطبي دفعه 2020 بتقدير عام جيد جدا. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندسه اميره. اهلا بحضرتك. طيب حضرتك يعني حابين نعرف ايه موضوع اللاندسكيب دوت ومعناه ايه وكده. هو اللاندسكيب ليه تعريفات كتير قوي علميه، بس هو ببساطه اي ديكور خارج المبنى، اي حاجه اوت دور، فهي بتندرج تحت اللاندسكيب. ليه قسمين مهمين جدا، هما السوفت سكيب واللاندسكيب والهارد سكيب. عفوا، السوفت سكيب ده خاص باي حاجه تخص الزرع، اي حاجه نبات فده سوفت سكيب. الهارد سكيب ده اي حاجه انشائيه، يعني نافوره، برجوله، اضاءات، مشايات، كل الحاجات دي تعتبر هارد سكيب. كلام جميل. يعني في قسم، يعني فيه شق يخص المجال المعماري، وفيه قسم يعني او شق تاني يخص المجال الزراعي. بالظبط. تمام. طيب حضرتك يا باشمهندسه يعني مسؤوله فقط عن الزرع ولا اللاندسكيب بشكل عام؟ هو حسب التخصص، يعني لو مهندس اصلا ديزاينر فهو بيكون اللاندسكيب شامل، فشامل السوفت والهارد، فمش بس الجزء بتاع النباتات، لا جزء الهارد كمان. بس لو مهندس صيانه فهو بيكون مسؤول عن جزء الزرع، بيصين الزرع. يعني تقصدي في التصميمات ممكن المصمم سواء بياخد الشق السوفت سكيب او الناعم يعني، او الهارد سكيب اللي هو المعماري، العناصر الانشائيه ده في التصميمات بس. اما في الشغل هو بقى بيختص كل مهندس بعمله. بالظبط. يعني مهندس الزراعه بيهتم بالنباتات وكده، ومهندس المعماري بيهتم بصيانه الاشياء اللي هي المعماريه، العناصر. بالظبط. طيب باشمهندسه، يعني هو مهندس اللاندسكيب دوت خريج كليه الزراعه يقدر يشتغل على طول بعد ما يتخرج، ولا بيحتاج دورات تدريبيه وتاهيل وحاجات زي كده؟ لا طبعا، هو الدراسه الاكاديميه بتفهمه كل حاجه، البيزكس بتاعت كل حاجه، بس ما ينفعش نشتغل بيها، لازم نطور نفسنا. يعني لازم ننزل تدريبات كتير جدا، لازم ناخد كورسات ونشوف على ارض الواقع، يعني على ارض الواقع غير الكتب تماما. يعني لازم ننزل تدريبات ونشتغل بايدينا، ونروح مشاتل ونتعامل مع النباتات، ونروح قرى سياحيه ونشوف اللاندسكيب على ارض الواقع عشان نشوف ايه الاخطاء اللي موجوده ونتفاداها، وفي نفس الوقت بتوسع مداركنا واحنا بنشتغل بعد كده. يعني تقصدي هو محتاج يعني ياخد دورات تدريبيه وكده في البدايه عشان يعرف يبتدي عمل في المجال ده؟ بالظبط، وننزل تدريبات كتير قوي، عملي ونظري. بالظبط. تمام. طيب باشمهندسه، يعني برضو انا شايف ان الموضوع ده يعني شغلانه يعني صعبه، خصوصا انها بتبقى في الشمس والبرد والطقس، ظروف الطقس المختلفه يعني. ودي بتبقى بتهيألي صعبه على ان يعني بتبقى ممكن رجاله تتحملها، لكن حضرتك يعني كمهندسه ازاي قدرت تتغلبي على الصعاب دي؟ هي حاجه مش سهله بصراحه، بس هي بترجع للشخصيه عامه. يعني في عادي ممكن مهندس راجل ما يتحملش الظروف دي، او مش ملائمه مع شخصيته، وممكن بنت عادي تتحملها. بس انا عشان حابه المجال فعلا، فبالنسبه لي كل ده الحمد لله يعني قدرت اتخطاه وبتعامل معاه عادي جدا. يعني عشان حابه نباتات الزينه والشكل الجمالي والريحه الحلوه وكده. طبعا. طيب دلوقتي حضرتك يعني لو في عميل مثلا محتاج يصمم يعني حديقه يعني للفيلا بتاعته مثلا او كده، ده بيحتاج يعني استشاره من متخصص عشان يصمم له الحديقه، ولا هو يقدر ينفذ على طول؟ لا طبعا، لازم متخصص. لازم لو هو عايز يعمل ديزاين و3 دي، وده اهم حاجه، ده اهم خطوه، مش ببالغ، هو اهم خطوه في الشغل كله التصميم، لانه هيوفر عليه وقت وهيوفر عليه فلوس وهيوفر عليه مجهود. انا بدي للعميل صوره مختصره بالفيلا او المصنع او ايا كان التصميم اللي عايزه 3 دي، هيشوفها متنفذه، وبكده هيقدر لو في جزء مش عاجبه نبدله، في حاجه عايز يغيرها نغيرها، حذف حاجه، اضافه حاجه، فيكون من غير بقى لا ندفع فلوس ولا وقت ضايع ولا مجهود. فده اول حاجه طبعا التصميم. يعني 3 دي تقصدي يعني مثلا هو يتخيل ما سيكون؟
بالظبط، هو هيشوفه، مش مجرد تخيل، هو هيشوفه في فيديو 3D. تمام. يعني هو يعني يشوفوا يعني ما سيحدث، يعني بالظبط، الصورة اللي النهائية اللي هيتنفذ هيتكلم عليها. بعد التصميمات اللي هيتنفذ ايه، ده الشكل ده هيبقى موجود بالظبط، بعد عمر معين يعني مثلا، او بعد وقت معين، وقت التسليم. وقت التسليم. تمام. بالظبط. طيب باشمهندسة، يعني هل كل رغبات العميل يعني مثلا لو بتقدروا تنفذوها وتحققوها، ولا فيه صعوبات في الموضوع؟ والله على حسب، يعني لو هو طلب، اول حاجه بنعمل معاينه للمكان، وبعد كده بنعمل ميتنج صغير مع العميل. من خلال الميتنج ده انا بشوف وجهه نظره ايه في المكان، حابب ايه مثلا، انواع معينه، شكل معين، ولو ينفع قابل للتطبيق فعلا على المكان اللي هو عايزه فاوكي بنبتدي. لو لا بحاول اديله بدايل، يعني مثلا لو طلب نوع نبات معين مش هينفع في التربه اللي عنده او البيئه اللي عنده، فبقنعه ان لا، النوع ده مثلا لو زرعناه مش هيكمل، هيموت. فايه البديل؟ بشوف اقرب حاجه للشكل ليه، لو هو مثلا حابب لون معين بجيب له بدايل لنفس اللون، وهكذا. يعني برضو يمكن ما يكونش مناسب للبيئة او التربة بالظروف الجوية اللي في المنطقة، او مش مناسب للمكان. يعني ما فيش حد يجي مثلا يزرع شجرة كبيرة قدام شباك تقفل على الفيو او كده. الرؤية. تمام. مثلا طيب. انواع صبارات معينة، لو عايز صبارات مثلا والجاردن بتاعته او الفيلا هيكون فيها اطفال، فده مش هيكون سيف للاطفال الموجود، فبديله بدايل ليها. يعني يكون فيها اشواك مثلا تقصدي؟ بالظبط، اشواك، وفي نباتات فيها لاتكس، ماده سامه للاطفال. فانا من خلال الميتنج اللي بعمله بستفسر منه عن كل حاجه، يعني في اطفال ولا في حيوانات اليفه، في كبار سن، وطبعا الحاجات دي كلها بتبين لي هعمل ايه بالظبط في التصميم، وببتدي اتناقش معاه في كل نقطه. طيب باشمهندسة، برضو يعني هو تقدري تنصحيه يعني مثلا يغير من نبات لنبات او كده، او الشكل مثلا او اللون مش مناسب للديزاين للمبنى نفسه او كده؟ بالظبط. طيب باشمهندسة، يعني نقدر نعرف من حضرتك دلوقتي بالنسبة للصيانة، هل العميل بعد ما بينفذ الشغل وانتوا تقوموا بيه يعني تنفذوه وتسلموه للعميل، مرحلة الصيانة بقى هو يقدر يعملها بنفسه ولا محتاجة متخصص؟ هو الأفضل طبعا يكون متخصص، يسلمها لشركة صيانة أو مهندس صيانة يكون فاهم في الموضوع، عشان يحافظ له على الجاردن بتاعته في أحسن صورة طول السنة. لان العميل مهما كان مش هيبقى بخبره المهندس، مش هيبقى بروفيشنال يعني. اكيد طبعا في خدمات، في حاجات بتستعمل للتربه، في اصابات للنبات ممكن العميل نفسه مش هيلاحظها غير لما بيكون اصابه كبيره جدا. تمام. فلا دي بقى هنا تختلف نقطه الخبره من المهندس للاونر. يعني على الاقل يبقى في استشاره، يعني ان هو ما يشتغلش كده عشوائي مع نفسه، يعني هو يستشير حد متخصص زي حضرتك يعني. اكيد طبعا. طيب حضرتك باشمهندسه، يعني الموضوع بالنسبه لك اصبح يعني مهنه، يعني بقيت متخصصه في موضوع اللاندسكيب ده. حضرتك طبعا اكيد درست الموضوع ده في كليه الزراعه يعني بشكل مفصل. اكيد، انا اصلا كان قسمي زهور وزينه ولاندسكيب، وطورت الموضوع ده ان انا خدت كورسات كتير جدا. خدت كورسات لاندسكيب زراعي ولاندسكيب من وجهه نظر المعمار كمان، عفوا. فلميت الموضوع الحمد لله. اللي هو بشكل زراعي وشكل معماري. يعني تقدري يعني برضه يبقى عندك فكره برضه عن صيانه الهارد سكيب كمان اكيد يعني، بحكم الدراسه اللي حضرتك مريتي بيها والدورات اللي حضرتك اخذتيها وكده. بالظبط. وانا بدات ستارت اب صغير كده، عملت شركه بلانت جو، والحمد لله يعني بناخد فيها المشروع من اوله لاخره، سواء تصميم او انشاء او صيانه. ده مخرجه في اسكندريه يا باشمهندسه؟ في اسكندريه ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. طيب بالنسبه هندسه للمساحات الصغيره بقى زي البلكونات وكده، يعني في ناس برضو اللي هي ساكنه في عمارات وكده ما عندهاش يعني مثلا جنينه كبيره او يعني بتبقى مثلا في شارع وكده، لكن بيبقى عندها مثلا مساحه بلكونه معقوله، يعني مثلا متر في مترين مثلا، تقدر تستفيد منها وتعملها جنينه البلكونه ديت. احنا بنشوف كده في تقدر. ازاي هندسه؟ ده بينقسم لحاجتين، ممكن لو هو سطح بنعمل حاجه اسمها زراعه اسطح، ولو هي بلكونه صغيره فطبعا البلكونه دي ممكن تعمل فيها كل عناصر اللاندسكيب. لو الارض نفسها اتعملت نجيل صناعي هتاخد بشكل الناتشرال الطبيعي، وفي نفس الوقت تحس انها قاعده في جاردن. لو زودنا الموضوع بشويه نباتات، حاجات مزهره، حاجات عطريه،
حاجات متسلقة، جبنا مثلا حوض سمك صغير، عصافير، عملنا زراعة حائط. كل الحاجات دي هتحسب، كل ده عناصر لاندسكيب واتحققت في سكيل صغير اللي هو البلكونة. يعني تقصدي حضرتك مثلا هو يقدر يزرع الحوائط من الجناب، وفي نفس الوقت السور البلكونة ده يقدر يزرع عليه حاجات تانية، حاجات عطرية زي مثلا ريحان، زي نعناع، زي فل كده، حاجات مزهرة طول السنة، وينكا، ورد بلدي، بلمباجو، في أنواع كتير جدا. يعني تقدري حضرتك يعني من التخيل اللي أنا شايفه دوت إن حضرتك البلكونة ديت هتبقى جنينة متكاملة العناصر، يعني فيها الريحة الحلوة وفيها المنظر الجميل، وبرضه في نفس الوقت الحاجات شكلها جميل، واقدر استفيد من الحاجات اللي هي النباتات الطبيه والعطريه ديت في المطبخ. يعني اقدر اخد النعناع والريحان والبردقوش والزعتر والحاجات دي نقدر نستفاد منها في المطبخ يعني بشكل طازج يعني وفريش وكده يعني. طيب باشمهندسه، يعني حضرتك عايزه تضيفي حاجه في الموضوع بتاع اللاندسكيب دوت؟ انا شايف حضرتك يعني غطيت لميتي الموضوع يعني بشكل مختصر وبشكل ظريف برضو. حضرتك عندك حاجه تانية عايزه حابه تضيفيها؟ ميرسي جدا، بس يا ريت الناس كلها تعرف فعلا اهميه اللاندسكيب في مصر. هو حاجه مهمه جدا، مش شرط على الجنب الترفيهي، لا هو حتى على صحتنا، لان النبات فعلا بيغير في النفسيه كتير جدا، وكفايه ان هو بيدينا الاكسجين اللي احنا بنتنفسه يعني. تمام ماشي. طيب متشكرين يا باشمهندسه على اتصالك وعلى مداخله حضرتك، وان شاء الله نلتقي بحضرتك مره ثانيه. شكرا أعزائي المشاهدين والمستمعين، متابعي برنامج زراعة لايف. كنتم معنا في برنامجكم برنامج زراعة لايف. في اليوم رسالة لا إثارة. زراعة لايف مع سالم مليجي في الأوقات التالية.